الشعب اليمني تعبان للغاية من الشمال إلى الجنوب، وأعتقد أنه حان الوقت لكي نسمع صوت الشعب. الشعب اليمني ليس حوثي، ليس إصلاحي، ليس انتقالي، ليس مؤتمر، فما في أي طرف يمثل الشعب اليمني بأسره. وماذا يريد الشعب؟ الشعب يريد السلام، الشعب يريد لقمة العيش، الشعب يريد دولة للجميع، الشعب يريد المواطنة، المساواة أمام القانون والخدمات. الشعب لا يريد الطائفية، الشعب لا يريد استمرار الحرب، الشعب لا يريد استمرار المعاناة من الشمال إلى الجنوب وخصوصا في تعز، والشعب لا يريد الطائفية. فأي طرف بيمشي ضد السلام بيمشي ضد الشعب. فأي طرف يريد أن يعرقل عملية السلام أو الهدنة أو الأمل، بده يقتل الأمل الموجود حاليا، يعني هذا الطرف سيواجه يوما ما برأيي الشخصي غضب الشعب. أنا عم بسمع صوت غضب الشعب ولست يمنيا. فهذا الطرف، أي طرف بيمشي أو يعرقل الأمور سيتحمل المسؤولية أمام الشعب اليمني وأمام المجتمع الدولي. فأتمنى الخير، وأتمنى فعلا أنه كلا الأطراف بيحطوا مصلحة الشعب فوق كلا المصالح الخاصة.